السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة في الكورة مع كورش. مباراة السوبر المصري أحداثه الكتيرة جدا جدا والمتلاحقة الكبيرة جدا جدا، كان نفسنا دلوقتي أو يعني نقعد نتكلم على الفنيات، طرق اللعب، التشكيلات، شكل المباراة بالذات إن هي هتتلعب في دولة عربية الإمارات، شكل الاستاد والملعب والجمهور بيبقى حاجة جميلة واحتفالية كبيرة جدا للكرة المصرية ولجمهور الأهلي والزمالك خارج مصر. لكن طبعا بعد اعتذار نادي الزمالك ودخول نادي بيراميدز ليه المباراة، كل حاجة طبعا اتغيرت، حاجات كتير جدا جدا اتغيرت. لكن كان نفسنا نتكلم عن الحاجات دي، لكن طبعا بقالنا فترة كبيرة جدا مفيش ورانا غير القضايا والمشاكل واللعيب الفلاني اللي عليه عقوبة واللي عليه ايقاف ورئيس النادي اللي عليه مشكلة واللي اتحبس واللي حاجات كتيرة جدا جدا مش مخلينا عارفين نستمتع بكرة القدم المصرية. خلينا سريعا كده نتذكر ايه اللي حصل في المشكلة كلها ونقولها. كهربا كان عنده مباراة مع النادي الأهلي أمام نادي الزمالك في شهر 1 اللي فات. المباراة خلصت 3-0 لصالح النادي الأهلي. بعد المباراة محمود كهربا توجه لجمهور النادي الأهلي وبدأ يحتفل معهم بطريقة غير مناسبة فيها بعض العبارات اللي تخص نادي الزمالك. رأى نادي الزمالك إن هو يشكي محمود كهربا للجنة انضباط، وبالفعل قدم شكوى للجنة الانضباط ضد كهربا للي حصل في المباراة. وطبعا كان قبل ما يقدم الشكوى كان رئيس النادي كالعادة خرج قعد يعني يشتم في كهربا وفي إدارة النادي الأهلي وفي اللعيبة وفي كل حد قبل حتى ما يقدم الشكوى. طبعا برضو على إثره لما النادي الاهلي لقى ان نادي الزمالك رفع قضيه ضد كهربا، راح برضو نفس الكلام قدم شكوى ضد رئيس نادي الزمالك في لجنه الانضباط. عدى فتره كبيره ما فيش اي حس ولا اي خبر عن لجنه الانضباط. بعد كده حصل هجوم من رئيس نادي الزمالك على لجنه الانضباط، وعلى اثرها استقالت لجنه الانضباط. قعدنا حوالي شهر ونص تقريبا ما فيش لجنه الانضباط، مفيش اي حاجه خالص، لحد ما تم تعيين لجنه انضباط جديده خالص. بدات لجنه الانضباط الجديده تبص في الشكاوى المقدمه، وبالفعل من حوالي اسبوع تقريبا او 10 ايام راحت مطلعه عقوبات على محمود كهربا بايقاف 12 مباراه وبغرامه ماليه 1,000,000 جنيه، وايضا على رئيس نادي الزمالك بعدم حضوره المباريات وغرامه برضو ماليه. النادي الاهلي عمل ايه؟ النادي الاهلي راح مقدم استئناف الى لجنه التظلمات عشان يوقف العقوبه. هنا بقى حصل التضارب ما بين كل الاطراف، ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك. ناس قالت لك ان الاستئناف يوقف العقوبه، وناس قالت لك لا الاستئناف ما يوقفش العقوبه، واستدلوا بواقعه امام عاشور ان بعد ما خد عقوبه 10 مباريات اعتقد في التوقيت ده وعمل استئناف ما وقفوش امام عاشور. لكن طلع حد من اتحاد الكره وقال لك ان في التوقيت ده نادي الزمالك كان مقدم تظلمات ل5 ناشئين وما كانش فيهم امام عاشور، وعدى الفتره القانونيه اللي هي 10 ايام الاتحاد او اللي لجنه الانضباط بتديهم لاي نادي عشان يقدم الاستئناف، ومحدش قدم حاجه، وبذلك كانت العقوبه نافذه على امام عاشور. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان نادي الزمالك بدأ يضغط على لجنة الانضباط وعلى لجنة الاستئناف والتظلمات ان اللي بيحصل ده في كيل بمكيالين وفي محاباة لنادي على آخر، وان لازم اللاعب ياخد قرار سريع ولازم لجنة الانضباط تجتمع وكذا كذا، لحد ما فعلا يوم الاثنين اللي فات قرر لجنة التظلمات ان هي تجتمع وتاخد قرار في محمود عبد المنعم كهربا. قبلها النادي الاهلي عمل تركايه كده، يعني ايه مش عايزين نقول يعني تركايه مش ما يفهمهاش غير القانونيين قوي عندهم في النادي الاهلي او القانونيين اللي فاهمين قوي في اللوائح. راح مقدم في القضاء الاداري اللي هو القضاء العادي مش قضاء رياضي، القضاء الاداري، طعن او قضيه على رئيس وزير الشباب والرياضه واتحاد الكوره. قدمها قال فيها ايه؟ قال ان لجنه الانضباط اللي اصلا ادت العقوبات لمحمود عبد المنعم كهربا غير شرعيه. طب ليه غير شرعيه؟ عشان المفروض اللجان المستقله دي تيجي بالانتخاب، واللائحه الاساسيه في اتحاد الكره بتنص ان اللجان المستقله تيجي بالانتخاب، ودي جايه بالتعيين المباشر، واذا هي كل قراراتها باطله. طبعا لما جت لجنه التظلمات تجتمع عشان تدي قرار، راحت مأجله القرار النهائي لما بعد الجلسه اللي اتحددت في القضاء الاداري اللي النادي الاهلي رفعها على وزير الشباب والرياضه واتحاد الكره اللي هي 14/5. بعد ما اجلت القرار لحد 14/5 اصبح كهربا ليه الحق ان هو يلعب مباراه السوبر عشان ما فيش اي حاجه تقول ان هو موقوف. هنا بقى كانت المشكله الكبيره، وقرر نادي الزمالك يعمل اجتماع عاجل، وخدوا قرار
انه مش هيلعبوا لقاء السوبر المصري. معرفش هل ده، طبعا كل نادي بيبص لمصلحته وكل نادي يشوف اللي هو انسب ليه. كنت اتمنى ان نادي الزمالك يكون موجود في مباراة السوبر، كان في جايزة مالية سواء للكسبان او للخسران، بطولة اخيرة لنادي الزمالك الموسم ده بعد ما خسر كل البطولات وخرج من كل البطولات سواء الافريقيه او المحليه، فكانت ممكن تنقذ له الموسم شويه، وكان هيصدر برضه ضغط على النادي الاهلي. انت بتاخد منه بطوله مهمه، بطوله السوبر في الامارات. الجماهير بتاعتك اشترت التذاكر خلاص، عامله حسابها ان هي هتشوفك وهتشوف فرقتها، لكن فوجئنا ان مجلس اداره نادي الزمالك قرر ان هو ما يلعبش المباراه ويعتذر عن المباراة. خلينا نقول ان اطراف كتيرة جدا غلطان. لجنة الانضباط ما كانش المفروض تستنى كل الفترة دي عشان تدي قرار، ولو انت قررت ان انت تتنحى من لجنة الانضباط كان لازم تدي القرار الاول ضد نادي الزمالك، ضد رئيس نادي الزمالك وضد محمود كهربا، وبعد كده تستقيل من اللجنة. ولما اللجنة الثانية الجديدة اللي اتعينت جت، كانت المفروض تدي قرار سريع في الموضوع، ولجنة التظلمات كان المفروض تدي قرار سريع في الموضوع. لكن في كل الاحوال نادي الزمالك اعتذر عن اللقاء. الاتحاد المصري بعت خطاب لبيراميدز عشان يلعب اللقاء، وبالفعل بيراميدز وافق ان هو يلعب اللقاء، والمفروض ان هو سافر النهارده عشان يلعب اللقاء ضد النادي الاهلي. اكيد المباراه الاهلي والزمالك تختلف كتير جدا عن مباراه الاهلي واي نادي تاني، من ناحيه التسويقيه، من ناحيه البث، الجمهور، الاهتمام. ديربي قديم جدا بين النادي الاهلي والزمالك، الناس كلها بتشوفه. لكن طبعا مباراه برضو الاهلي وبيراميدز تبقى مباراه قويه جدا جدا هناك في الامارات. نتمنى القصه تنتهي، نتمنى الموضوع يخلص، نتمنى كهربا يهدى شويه ويعرف ان هو بيلعب في النادي الاهلي. يعني حاجه برضو اللي عايز اتكلم فيها، كهربا من ساعه ما جه النادي الاهلي ارتبط اسمه بالمشاكل والقضايا والغرامه الكبيره اللي عليه اللي مش عارف يسدها، وايقاف 6 شهور، في رجوع، في مشكله مع الجمهور، في ايقاف تاني. لازم تفهم انت بتلعب في نادي ايه، ولازم تفهم انت اسمك ايه، وان انت مهم للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، لكن مش على حساب الجمهور وعلى حساب النادي. ان انت تعمل تصرفات، انت لازم تصرفات تدينك وتدين النادي الاهلي وتدخله في مشاكل. مش عايزين النادي الاهلي يرتبط اسمه دايما بمشاكل يخص اللاعبين. اكيد طبعا في مشاكل على مدار تاريخ النادي الاهلي كان بتخلص بسرعه وبتنتهي، لكن انا حاسس ان كهربا من ساعه ما دخل النادي الاهلي والمشاكل ملازمه. على الناحيه الثانيه الاتحاد المصري طبعا كان يعني عايز رد رسمي من نادي الزمالك، بعت له قال له بعت جواب قال لنادي الزمالك ترد عليا على الساعه 3 العصر، قبل 3 العصر تقول ان انت هتشارك ولا مش هتشارك. طبعا طلع الكابتن حسام ميدو وراح قايل يا جماعه دي اهانه لنادي الزمالك، وانتوا يعني ايه تديني ساعه اتكلم ارد عليك فيها، وانت المفروض تعرف انت بتتكلم كيان ايه يا كابتن حسام. وقال ان احنا خلاص اعتذرنا يا كابتن حسام، الكوره في العالم ما بتقدرش كده، انت راجل محترف ولعبت في اكبر انديه في اوروبا وفي العالم، فلازم تفهم الحاجات دي لازم تبقى حاجات رسميه. ما ينفعش ان انا اطلع على قناه خاصه بيا او على السوشيال ميديا واقول اصل انا اعتذرت عن اللقاء. ازاي يعني؟ في فاكسات، في ايميلات، في جوابات، خطابات رسميه تطلع من النادي مختومه ممضيه من المسؤول عن الاداره في نادي الزمالك بيقول ان انا مش هلعب اللقاء او هلعب اللقاء. لكن ما ينفعش حد يطلع على التلفزيون وبعدين اللي طلع على التلفزيون انا مش هلعب هو مرتضى منصور. طيب ايه شرعيه اصلا مرتضى منصور في النادي الزمالك؟ يعني احنا حتى دلوقتي احنا مش عارفين هل هو رئيس نادي الزمالك، هل هو مش رئيس، هل هو بيباشر عمله طبيعي، هل في حد مكانه، احنا مش عارفين حتى. فهو اللي طلع وقال يتكلم يعني افرض الاتحاد المصري راح ماشي ورا الكلام ده وراح قال لك خلاص وراح مودي فرقه ثانيه نادي الزمالك قال لك لا انا هروح، راح جه يوم الجمعه الصبح كده قال لك انا هروح. ازاي يعني؟ ما هو وارد ان ده يحصل. فطبيعي جدا ان هو يديه وقت معين عشان يقدر يكسب وقت، عشان يقدر الاتحاد المصري يخاطب الانديه الثانيه ويبقى في وقت ان هم يطلعوا تاشيرات، يعملوا اقامات في الفنادق، يبلغوا الفريق، يشوف لو حد اعتذر يشوف الفريق اللي بعديه. احنا بنتكلم قبل المباراه ب 48 ساعه، فطبيعي جدا كان الاتحاد المصري يبلغ نادي الزمالك ان هو لازم يبلغه في وقت معين عشان يقدر يتصرف ويقدر يشوف فرقه تانية. نتمنى الاجواء تهدى، نتمنى يبقى المشاكل تخلص، نتمنى مشكله كهربا سواء الاخيره او المشكله الكبيره المبلغ اللي عليه الزمالك يدفع ونخلص من القصه دي ونركز في الكوره ونركز في الكوره المصريه. الدوري في نهايته بدا يحلو، بدا في منافسه على المراكز الاولى، بدا يبقى في منافسه في القاع تحت، في كاس مصر اتعمل القرعه بتاعته وداخلين عليه. عايزين نتكلم كوره وعايزين نتفرج على كوره جميله. شايفين الدول اللي جنبنا، مش عايز اقارن بالدول الاوروبيه، لا انا بتكلم في السعوديه وفي الامارات في قطر، بنشوف دوري كويس، دوري جميل، في
هدوء شويه عن اللي احنا فيه. استنوني ان شاء الله في حلقه مهمه جدا هنتكلم فيها بقى عن النادي الاهلي وعن نادي بيراميدز، طرفي لقاء السوبر، التشكيل المتوقع، طريقه اللعب، كل حاجه تخص المباراه. شكرا، سلام عليكم.